قبل 4 سنوات من اليوم دخلت علي والدتي وكانت مخبية شيء، وأنا من النوع اللي ممكن أكتشف هذا الشيء خصوصا مع والدتي، أعرف إذا مخبية شيء أو لا. كان باين من أسلوبها أنها تخفي أكثر مما تظهر، وبعد محاولات كثيرة منها أنها تضحكني وتغير الموضوع وتتكلم عن شيء خليني أستانس، ومحاولات كثيرة مني أن أنا أخليها بنفس الوقت بعد ذنك أني أخليها بنفس الوقت تتكلم. تكلمت وقالت لي أنها مصابة بورم في الثدي. طبعا بعد ما قالت لي مباشرة أنها مصابة بورم في الثدي قالت حميد، وأن كشوفات بسيطة ممكن تحل الموضوع للأبد. وهذه الكلمة ممكن كثير من النساء يقولوها. قبل كم يوم كنت أقرأ إحصائية عن أن كل 8 سيدات في سيدة من بينهم ممكن تكون مصابة بسرطان الثدي. ففكرت وقلت كم واحدة من اللي حولي ممكن تكون فعلا مصابة بهذا السرطان؟ كم واحدة من اللي يشوفوني ممكن تكون مصابة بهذا السرطان؟ مرض خبيث، من حقنا نخاف، احنا بشر يعني في الأخير، ومن حقك انت تخافين على شعرك، على شكلك، على جمالك، بس مثل ما من حقك انت تخافين على شعرك وجمالك، احنا من حقنا بعد نخاف عليك. يعني انت عندنا اكثر من مجرد شكل ومظهر او مجرد، انت اكثر من كذا بكثير. عشان كذا اتمنى فعلا ان يزيد الوعي، وان نستشعر فعلا كم شخص حولنا ممكن نفقده بسبب هذا المرض. احنا كائنات جدا ضعيفه واحنا متفرقين، بس احنا اقوى كائنات واحنا مجتمعين. لو كل زوج واعي اخذ زوجته للكشف، لو كل ام واعيه اخذت بناتها، لو كل صديقه وصت صديقاتها على الكشف، اتوقع ما راح يبقى بيننا احد مصاب بهذا المرض، او احنا نكتشفه من بدري ونتغلب عليه، صح ولا لا؟ احنا اقوياء فعلا. لكن ما ابي انظر عليكم كثير بامانه. انا والدتي الحمد لله تشافت وانتهى هذا المرض للابد باذن الله، لان احنا قدرنا نكشف وقدرنا نعرف من بدري. فكروا كم شخص من اللي حولنا فعلا لازم يكشف، لازم يروح، لازم يطمن، واحنا عشان انت تهمينا لازم تطمنينا. شعري طبعا يا ساتر، انا قاعد اطالع في الكاميرا واشوف نفسي وانا اشيله. وين باقي؟ هنا، ايوه، وباقي هنا. طبعا الشعر يطلع ولا لا؟ ويرجع، الجمال يرجع، بس في شيء ما يرجع، يمكن تكون الصحة. احنا تهمنا صحتك كثير، فعشان كذا اتمنى كل واحد يشوف المقطع هذا عشان يشوف بدر قاعد يحلق مثلا، يفكر بأن لازم تكلم اقرب انسانه جنبك، اختك، امك، زوجتك، بنتك، وتقول لها توجهي للمستشفى واكشف بكل بساطه. طبعا انا اعتقد اني ما راح اقدر اكمل الحلاقه بنفسي، بس ان شاء الله اني انا اغلب الشعر. لا ايوه انا هكمل. شكرا. لا جد بقول في اخر شيء يا جماعه، فعلا لانك انت تهمينا لازم انك انت تطمنينا، لانك تهمينا لازم تطمنينا. طمنونا عليكم واحنا بخير وانتم بخير ان شاء الله، وبعيد عنا وعنكم الشر وعن كل الناس. واذا كنتي انت مصابه فعلا قاتلي، حاربي، تقدرين، سهل جدا، شيء بسيط موجود في جسمك، ليه ما تتغلبين عليه؟ انت اقوى من كذا بكثير واحنا نحبك كثير. شكرا لكل السيدات، وعشان تهمينا لازم تطمنينا. شكرا لكم. خليني اكمل. شكرا. سلام.